عمرك سلمت على غوريلا أو حتى لعبت مع بطريق؟ انت مستغرب ليه؟ السياحة في أفريقيا مش بس رحلة، دي كمان مغامرة. السياحة البرية هناك من أشهر وأجمل أنواع السياحة، وبالذات في جنوب أفريقيا، لأن الطبيعة هناك لسه عايشة والخضرة لسه حقيقية والحيوانات في بيئتها من غير قيود. يعني على سبيل المثال، لو نفسك تلعب مع البطاريق عليك بزيارة كيب تاون، ولو نفسك تشوف الأسود والنمور فعليك بتنزانيا، ولو نفسك تسلم على الغوريلا والشمبانزي فعليك بأوغندا ورواندا، ولو بتحب تشوف الفيل والحمار الوحشي وكمان وحيد القرن فلازم تزور زامبيا، ولو لسه من محبي طيور الفلامينجو زيي فعليك بكينيا. السياحة البرية مش مجرد سياحة عادية، السياحة البرية نمط من أنماط السياحة اللي ربنا خص بيها دول معينة علشان طبيعة الجو والموارد الطبيعية والبيئة الجيولوجية لاستدامة وجود الحيوانات والطيور المختلفة. ما تنساش تعمل لنا فولو وشير ولايك على ضيافة علشان يوصلك كل جديد في عالم السياحة.